هل عمرك فكرت تعيش ب100 جنيه بس في اغلى مكان؟ اشتريت اغلى جيتار في العالم. يا مساء الجمال على كل حبايبي اللي منوريني النهارده في الفيديو. انا النهارده معايا مفاجأة. اشتريت اغلى جيتار في العالم. ده الحكايه كده. هيبقى ايه شعورك لو انت صحيت من النوم لقيت حياتك كلها اتغيرت من يوم وليله؟ طيب انا عايزكم تنسوا اي فيديو يوتيوب انتوا شفتوه قبل كده، عشان اللي جاي مش مجرد فلوج، ده مجرد رحله هنعيشها مع بعض. كتير بنشوف يوتيوبرز بيعملوا فيديوهات حلوه ومسليه ويمكن مفيده، بس مين فيهم اللي قدر ياخدك من على كرسيه ويوديك معاه تعيش التجربه كامله؟ ولو انت لسه ما جربتش الاحساس ده يبقى انت لسه ما تعرفش ايمن عز. ايمن عز مش مجرد يوتيوبر، ايمن عز كل يوم بيخليك تعيش تجربه جديده في الحياه. وايمن مش مجرد واحد بيعرف يعمل فيديو حلو او بيعمل مونتاج حلو او عنده كاريزما. تخيل كده ان يوتيوبر قادر يعيش يوم كامل كمليونير فاحش الغناء، والفيديو اللي بعده يعيشك كانسان بسيط بيسعى لاكل عيشه ورزقه. والفيديوهين بيوصلوا لك رساله، مش مجرد واحد معاه فلوس وواحد لا، وبيقدر يوصل لك احساس كل واحد ما بين واحد معاه فلوس ومرتاح وكل حاجه متاحه ليه، وواحد تاني بيتعب وبيشقى عشان يجيب الجنيه. ايش اسمه الحدايد هذه، خاف تشق السروال حقي، ما حدا قاعد يصور مقطع. صدقوني فيديوهات ايمن مش كلها مجرد تحديات، هو بيبقى دايما عايز يوصل معلومه وفكره من الفيديو. وسر جاذبيه ايمن عز مش بس في الفكره، لا دي كمان في طريقه تقديمه ليها. انا اهو الحمد لله الجاذبيه عندي رباني. طمنتني. ده دايما بيخليك تحس ان هو صاحبك اللي قاعد معاك على القهوه بتتكلم معاه كل يوم، بس ده بيخليه يوصل لقلوب ملايين كتير من الشباب في مصر وفي الوطن العربي. وكمان هو بيعرف يحكي الحكايه وبيعرف يعمل لك جو من الضحك، في نفس الوقت بيخليك تطلع من الفيديو مستفيد بحاجه معينه او بيوصل لك فكره تقعد تفكر فيها طول الوقت. وده زائد لما بتشوف ايمن وهو بيواجه موقف صعب في تحدي، او لما بيشرح مشاعره بعد تجربه معينه، بتحس فعلا انه بني ادم حقيقي وشفاف ما بيخبيش اي حاجه. وده اللي بيخلق الثقة الكبيرة بينه وبين جمهور، وما تتوقعش انه يزهقك. دايما عنده افكار جديدة ودايما بيطور في الفكرة اللي جاية في الفيديو اللي بعده. ان ايمن عز دايما بيبني مجتمع من الناس بيحب المغامرات ونظرتهم للحياة اوسع، زائد ان هو حاليا من اقوى الاسماء في المحتوى العربي، ومستقبله في عالم اليوتيوب كبير جدا. ممكن نلاقيه بكرة بيعمل برامج تلفزيون او افلام، مش عارف. ولو لسه ما شفتش فيديوهات ايمن عز، خش اتفرج على فيديوهات باجوري، بعد كده خش اتفرج على فيديوهاته عشان هنعجبك احنا الاتنين. وفي النهايه حابب اقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا.